مسلسل جعفر العمدة الحلقة الثامنة. شقيق إيمان العاصي يطلب الزواج من طليقة محمد رمضان. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض على قناة DMC بإبلاغ كارم شقيق الفنانة إيمان العاصي زوجة محمد رمضان لوالده الحاج حمادة فتح الله الذي يعد أحد أعداء محمد رمضان في العمل قائلا: أنا نويت أتجوز سوريا حرم جعفر العمدة سابقا وهتبقى حرم كارم فتح الله حاليا، ونعمل فرح كبير نكيد فيه جعفر العمدة. جاء سوريا توافق على الزواج من كارم فتح. وعرض كارم فتح الله على زوج شقيقة سوريا كيلو ذهب إذا وافقت على الزواج منه وأقنعها بذلك في الوقت الذي تحدث شقيق إسماعيل معه وبدأ في البحث عن بلال شامة، فيما ذهبت مي كساب سوريا إلى جعفر العمدة لكي يسامحها وتعود لعصمته مرة أخرى، ولكن فاجأها جعفر العمدة بكلمات نالت من كرامتها، كلمات قاسية. وانتهت الحلقة على مشهد مثير وهو موافقة سوريا على الزواج من كارم فتح الله وأن ينفذ رغبتها ويطلب يديها أمام كل الحارة وأن تنتقم من جعفر العمدة. وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي حول جعفر الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، يمتلك شركات من المقاولات ويتزوج ب3 سيدات ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله. وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة التي تقوم بدورها الفنانة زينة، وتنشئ بينهما قصة مليئة بالأحداث والمفاجآت طوال حلقات المسلسل. مسلسل يعرض على قناة DMC، موعده في الساعة 10:15 مساء على قناة DMC، والساعة 6:15 مساء بعد الفطار مباشرة. مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي والفنانة زينة وإيمان العاصي ومنى فضالي ومي كساب ومنذر رياحنا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج سعد جوهر. تابعونا في ترندات وأخبار المشاهير واعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.